لو الدكتور قالك ان وزن الجنين اقل من الطبيعي فالشهر الثامن هو اخر فرصه حقيقيه ليكي تقدري تزودي فيها وزن الجنين قبل الولاده. وطبعا كلنا عارفين ان الشهر ده اهم واخطر شهر في شهور الحمل كلها، وفي الوقت ده كمان خلاص البيبي بيبقى بيجهز نفسه للحياه بره بطن. وطبعا بما ان في الوقت ده البيبي بيكون ما شاء الله حجمه حوالي تقريبا 1.5 كيلو، ده غير طبعا الحاجات المحيطه بيه، فالرحم عندك بقى شايل حاجات زياده عن حمله شويه، فبالتالي طبعا لازم يظهر معانا شويه اعراض بسبب التقل ده. والاعراض دي يا جماعه متكلمين عنها بالتفصيل في حلقه الشهر السابع، اعملي متابعه وارجعي اتفرجي عليها، بس خليني اقولهم لك كده سريعا بدون شرح تفصيل. واكتر الاعراض دي واشهرهم هو طبعا صعوبه التنفس والحموضه وحرقان المعده وورم الرجل، وفي بعض الحالات كمان بيظهر معاها دوالي، في بعض الحالات بيكون جالهم عرق النسا، ده غير شويه مشاكل في الاعصاب احيانا بتوصل للتشنجات. وكمان في حالات برضو من ضمن الاعراض بتاعتها بيكون الامساك، واحيانا برضو بيقلب معاهم ببواسير ووجع الظهر ودخول الحمام كتير والام في منطقه الحوض. ممكن كمان تلاقي الافرازات زادت معاكي شويه في الفتره دي. وكمان بعض الحالات اللي انيميتهم بتكون مش متظبطه قبل ما يدخلوا الشهر الثامن اكيد هيبداوا يحسوا بالدوخه. وفي الوقت ده حركه البيبي بتكون قويه جدا، يعني اي حركه هتحسيها كويس جدا، ومعظم الاوقات بسبب ما شاء الله حجم البيبي بتكون حركته قليله شويه، يعني هو ممكن يتحرك اقل من المعتاد بس كل حركه هتحسي بيها كويس جدا، وده بيكون بسبب حجم البيبي وبسبب ان الرحم بيكون ضاغط على الاعضاء دي كلها. بس في اعراض منهم لازم نخلي بالنا منهم كويس جدا، لان ممكن يكون جسمك بيديكي اشاره ان انت في حاله ولاده مبكره. وعلشان انا مش بحب اطول عليكم، ففي حلقه الشهر السابع انا شارحه لكم بالتفصيل ازاي نقدر نميز بان دي اعراض طبيعيه، وازاي نقدر نميز ان دي اعراض بتقول لنا ان احنا في حاله ولاده مبكره. طيب انت دلوقتي في الشهر الثامن وعايزه تحافظي على نفسك من خطر الولاده المبكره في الشهر ده، هتعملي ايه؟ مش عايزاكي تكوني عرضه لالتهابات المسالك البوليه، ولا تكوني عرضه للجفاف، ولا عايزه بطنك تحجر كل شويه، وطبعا كمان مش عايزين الضغط يعلى خالص. وكل الحاجات دي تقدري تتفاديها بمنتهى السهوله بانك تشربي ميه كتير جدا على مدار اليوم، 3 لتر على الاقل. طبعا انا عارفه ان في الوقت ده بيكون دخول الحمام كتير، ومع شرب الميه بشكل كبير كمان هندخل الحمام اكتر، بس معلش انهي احسن، ان احنا ندخل الحمام اكتر ولا نعرض نفسنا لولاده مبكره؟ في كتير منكم وقت المتابعه بتاعتها لما بتروح للدكتور بتلاقي الدكتور للاسف بيقول لها ان الجنين وزنه ضعيف. خليني اشرح لك ببساطه جدا انت تقدري تعملي ايه يخلي وزن الجنين يزيد معاكي. اول حاجه عايزاكي تعمليها انك تركزي كويس جدا مع البروتين الحيواني، والبروتين الحيواني ده موجود عندنا سواء في الفراخ او في اللحوم الحمراء او في اللحمه المفرومه بس تكون الدهون فيها قليله، وكمان في الاسماك. بصوا، هو الجسم بطبيعته بيمتص الحديد الموجود في اللحوم الحمراء بشكل سريع جدا، فالحديد اللي دخل لجسمك ده هيوصل للبيبي بنسبه كويسه جدا. فاول حاجه هيعملها هيزود وزنه، وكمان هيزود معدل نموه ويخليه اسرع، وكمان هيحسن نسبه الدم اللي واصله. فالحديد اللي دخل لجسمك ده هيوصل للبيبي بشكل كويس جدا لان جسمك امتصه كويس. دي الجزئيه الخاصه بالحديد الموجود في اللحوم، سواء اللحوم الحمراء او اللحمه المفرومه زي ما قلنا اللي تكون دهونها قليله. اما بقى بخصوص البروتين الموجود في الفراخ فده يا جماعه نسبته عاليه جدا، نسبته كمان اعلى من اللي موجود في اللحوم، بس زي ما اتفقنا ان اللي في اللحوم الجسم بيمتصه بشكل اسرع، ولكن انت برضو محتاجه البروتين الموجود في الفراخ لان زي ما اتفقنا ان هو نسبته اعلى، فده طبعا هيساعدك كويس جدا في زياده وزن الجنين، وكمان الانسجه بتاعته هتنمو بشكل سليم جدا. اما بقى الاسماك فدي يا جماعه ثلاثي جبار، بروتين وحديد واوميجا 3. اول حاجه الحديد طبعا احنا اتفقنا ان هو بيزود وزن الجنين، والبروتين بيساعد ان الانسجه بتاعته تنمو بشكل سليم، وكمان بتساعد في زياده وزن. اما طبعا الاوميجا 3 فهو مهم جدا جدا لنمو مخ الجنين، يعني لو قدرتي تقسمي الاسبوع بتاعك يومين لحوم ويومين فراخ ويومين اسماك، واليوم السابع تختاري حاجه منهم تكرريها، ويفضل طبعا يكون السمك، بوعدك انك هتلاحظي فرق كبير جدا في وزن البيبي في الزياره اللي بعدها. طب لو انت بقى مش قادره تاكلي حاجه من الحاجات دي وجايلك قرفه منهم، او ان طبعا ربنا يعين كل رب اسره يا رب على مصاريف الحياه دلوقتي ومش هيقدر يوفر بروتين حيواني بشكل يومي، فاحنا عندنا بدايل نقدر نعوض بيها. يا جماعه في بديل نقدر نعوض بيه، تقدري تعوضي ده بالبيض. البيض لو انت كلتيه بشكل يومي ده هيفرق معاكي كويس جدا، اولا في صحتك وكمان في صحه البيبي. هو يا جماعه مليان بروتين وكالسيوم وفيتامين بي 12، وفيتامين بي 12 انت محتاجاه جدا في الفتره دي علشان خاطر مشاكل الاعصاب اللي بتظهر في الوقت ده. ومش عايزاكم تقلقوا خالص، الزلال الموجود في البيض ملوش اي علاقه نهائي بزلال الحمل زي ما الناس فاكره. كمان في وجبه صغيره جدا لو اتعشيتي بيها بشكل يومي هتفرق كتير جدا في صحتك وفي صحه البيبي، والوجبه دي بتكون عباره عن انك هتجيبي
هتجيبي معلقه سمسم، سواء بقى مطحون او سليم، سواء ني او متحمص، بس يفضل يكون ني مش متحمص عشان تاخدي اكبر فايده منه. وهتجيبي معلقه من السمسم ده وتحطيها على كوبايه زبادي وهتاخديها بشكل يومي. انت كده بالوجبه دي دخلتي لجسمك وجبه فيها عنصرين مهمين جدا، الكالسيوم والحديد. الكالسيوم اللي احنا محتاجينه كويس جدا عشان عظمك وكمان عشان عظم البيبي، والحديد اللي احنا اتفقنا ان هو اهم عنصر في زياده وزن البيبي. فلو انت بقى عرفتي تظبطيها ان فطارك بشكل يومي يكون في بيض، وغداكي بشكل يومي يكون داخله بروتين حيواني، والعشاء بتاعك كوبايه الزبادي او كوبايه لبن وعليها السمسم، شوفي الفرق اللي هتلاحظيه في صحتك وكمان في وزن البيبي في زياره الدكتور بتاعك. تعالوا بقى نتكلم شويه عن البيبي. البيبي هيبدأ معانا الشهر ده وهو وزنه تقريبا حوالي كيلو 500 جرام، والشهر هيخلص وهو وزنه حوالي 2 كيلو 400 جرام، وكمان بيكون طوله في بداية الشهر حوالي 41 سم، والشهر بيخلص معانا وهو طوله حوالي 46 سم. البيبي بتاعك دلوقتي بيقدر يفتح ويقفل كف ايديه، وكمان يعرف يعمل تعبير بوشه، وبيكون قاعد جوه يقدر يبص حواليه، وكمان سامع صوت ضربات قلبك وسامع صوت الدم وهو ماشي في جسمه. وعلشان كده يا جماعه الضوضاء البيضاء في الايام الاولى بتساعدهم على الهدوء وعلى النوم. ودلوقتي كمان وهو جوه بيتمرن على التنفس باذن الله لما يوصل بالسلام. وفي الوقت ده كمان عظم الجمجمه بيكون اكتمل، بس سبحان الله بيكون لين علشان يقدر وقت الولاده يقدر ان هو يتداخل علشان يعرف يعدي من قناه الولاده. طيب خلينا نتكلم في الجزئيه الخاصه بالفحوصات المطلوبه منك في الفتره دي. طبعا اهم حاجه بنعملها في الفتره دي هي متابعه الانيميا ومخزون الحديد ونسبه الاملاح. وما ننساش طبعا اهم متابعه اللي بنأكد عليها من اول شهر حمل وهي متابعه الضغط. وفي الفتره دي من الحمل اللي هو الثلث الاخير من الحمل بتبتدي زيارتك تبقى كل اسبوعين بدل من كل شهر، والكلام ده احنا قلناه في حلقه الشهر اللي فات. بس حالات سكر الحمل او الضغط او الحمل في توأم او اي حاله بيظهر عليها بعض من اعراض حالات الولاده المبكره دي بتكون زيارتها كل اسبوع مش كل اسبوعين. ولو انت اول مره تشوفي حلقه من حلقات الحمل شهر بشهر اعملي متابعه واتفرجي على باقي الحلقات، ولو عندك اي سؤال اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش اللف الجميل بتاعكم.